السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله باذن الله غنشارك معكم الغديوه ديالي اللي هي دجاجه في الفران بالحشوه ديالها. كتجي لذيذه وبنينه وكتجي فتيه البنات. الدجاجه كما كتشوفوا كتجي رائعه. كنتمنى تتفرجوا في الفيديو حتى الاخير. ورافقته هنا بهاد الخضار هادو اللي صوتيتهم غير في المقله هما كيجيو زوينين، كيجيو بنين. المهم ما درتش معكم الطريقه، ولكن الا بغيتوها غنشارك معكم حتى الطريقه ديال الخضار. المهم انا غنشارك معكم غير الطريقه ديال الدجاجه اللي معمره وكطيب في الفران، كتجي لذيذه البنات. ما تنسونيش البنات من تشجيعاتكم، لايكاتكم، التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني وكتشجعني، لانني شحال هذا ما بقيت دخلت اليوتيوب ودابا بغيت نرجع ان شاء الله باذن الله. بطبيعه الحال اللي لا شجعتوني ولا خليتوني نعاود نرجع. المهم غادي نخليكم بلا ما نطول عليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، هنا كناخذ واحد البول وكندير فيه شويه ديال القزبر والمعدنوس. انا هنا عندي مكونجلي، دائما كنوجدو كنخليه في الفريغو باش كيجيني ساهل النصيب ديال اي حاجه. كندير واحد الكميه معقوله. انا هنايا البنات راني ديجا كنشرمل الدجاج من قبل وكنديروه في الفريغو. انتما غتشوفوا ملي غنجيب الدجاجه غتشوفوها. هنايا درت الثومه حتى هي راها عندي في الفريغو. المهم كما قلت لكم الطريقه ديال الدجاج انا راه كنشدو كنشرملو وكنديروه في الفريغو باش ملي كنبغي نصب مثلا طاجين ولا هكا كنبغي مثلا نعمر شي دجاجه ولا شي حاجه ولا كيجيوك حتى الضياف كتجيك ساهله. كيكون الدجاج بنين، كيجي بنين وكيكون مشرمل، كيكون شارب الشرموله. كتعاودي تزيدي غير شويه ديال العطريه باش كتنصبي. كيف ما شفتوا البنات هنا درت شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير، واحد جوج معالق صغار دوك اللي كنهزو بهم العطريه. هنا البنات واحد المكون اللي كنديرو انا في الدجاج كيجي فن، انا كيعجبني. وهذا السر هذا عطيه ليا واحد الطباخه الله يرحمها مسكينه ماتت، عرفتي كانت الدجاج ديالها كان لا يعلى عليه، والله ما نكذب عليكم. هو الكمون كديروا في الدجاج كيجي رائع، كيجي زوين والله. وهنايا درت شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الملون. غتقولوا لي ماشي صحي، ولكن المهم كيعطي اللون. هنا درت شويه ديال الهريسه، ما بغيتش نكثر، ولكن نتوما الا بغيتو تكثروا كثروا. وهنايا درت واحد شويه ديال لاموطار، وهنا الحامض مصير. انا هنا كما شفتوني كندير غير شويه لانني قلت لكم راه ديجا مشرمله الدجاج، انتما غتشوفوها ملي غنجيبها. هنا كنخلطوا هاد المكونات بالماء. وبالنسبه للملح ما غنديرهاش، انا ما كنديرهاش حتى في الشرموله الاولى اللي كنشرمل بها الدجاج ما كنديرهاش. علاش؟ لان الدجاج كيكون مغسول بالملح، وكيكون البنات كيكون الحامض مصير، كيكون الهريسه. كيف ما شفتوا هذا هو الدجاجه، هي هذه راه قلت لكم شارمله وشبعانه شرموله، ما فيها باس غادي نزيدوها باش تجي بنينه. ولكن فعلا والله حتى تجي بنينه هاد الدجاجه هذه. ديروا هاد الطريقه، ما تبقوش ديروا الدجاج يعني من الغسيل الفريغو وغتشوفوا. انتما راني هنا كنوريكم راني مشبعاها شرموله ولكن هنايا غادي نزيد حيت دابا غادي نعمرها، فهمتوا؟ ماشي ما معمرهاش بزاف بالربيع والثوم. دابا حيت غنعمرها كنشبعها شرموله مزيان. وبالنسبه للبنات هاد الدجاجه هذه خاصها تبقى في الشرموله واحد ليله كامله ولا ساعه ولا حتى ساعتين، المهم باش تجي شاربه وتجينا حتى سهله في الطياب. المهم ما ديوش على ديك الشيء، راه طاحت ليا كانت معلقه وطاحت وما رديتش ليها البال. هنا راكم شفتوا كندخل الشرموله في جميع الجهات وجميع البلايص اللي خاصهم تكون فيهم، يعني ما بين الفخيضات حتى العنق. المهم هنا كنشدوا الرجيلات كنديروهم في هنا في هاد الجليده هذه. وكنحاولوا انا هاد العمليه راني دايراها قبل ملي قلت لكم شرملتو، كنطردقوا داك الضليعات باش الرجلي وباش الدجاجه ما تحلش لينا في الطياب. المهم هنايا راني ساليت غادي نخليها، وغادي نجيب هنايا الحشوه اللي غادي ندير. هنا خديت الفيرميسيل
بقات لي شويه ديال الشرموله، غندير شويه ديال الكبده ديال الدجاج والزيتون، الزيتون مقطع. صافي كنخلط هادشي مزيان مع ديك الشرموله وندوقوا البنات. ضروري ندوقوا شويه حيت باش تجينا بنينه، ما تجيناش الشرموله، ما تجيناش هذيك الحشوه باسله. هنايا غادي نعمرها بهذيك الشعريه. بغيتو ديروا البنات الروز في بلاصه الشعريه، اللي ما كيبغيش شعريه صينيه يقدر يدير الروز. انا واحد مرت خالي كدير الروز كتجي زوينه، الدجاجه بالروز كتجي بنينه حتى هي. وكاين ثاني اللي كيفور هذا الفروج كيبخروا، كيديروا في الكسكاس كيتبخر وعاد كيدخلوا الفران. انايا كنختصر كنديرو في الفران ديريكت، كيطيب على المهل ديالو، كيجي فتي والله البنات الا كيجي فتي. المهم يكون غير مشرمل مزيان، وديروا فيه الحامض ولا الخل، ديروا حتى شويه الخل. انا حيت دايره قبل، ديروا الخل شويه ديال داك الخل ديال الحامض ولا الحامض نيت. صافي كما قلت لكم هنايا غادي نحاول ننظف هذيك الدجاجه من الشعريه مزيان، وغادي نحطها في الطاوه اللي غتدخل الفران. هنايا البنات يا اما ديروا الخيط باش كنربطوا الدجاج او لا عويدات. هنايا انا غندير غير عويدات، راه عندي الخيط وغير العكز. درت هنايا غير هاد العويدات باش الرجيلات، ما حيت كاينين شي نوع اللي كيجي الدجاج يعني فهمتي كتحل الدجاجه بزاف. المهم الا درتي هاد الطريقه ما غاديش تحل، واخا يتحلوا الرجيلات من هذيك الجديده، ولكن ما كتجيش معيقه. نتوما غتشوفوها في الاخر. صافي هنايا كنكفنوا المرحومه كنقمطوها مزيان بورق الطبخ، وعاد كنديروا البنات بابي الومنيوم. صافي وكنكون هنايا مشعله الفران باش يسخن، وكنديرها فيه. كنساها البنات، كندير واحد شويه ديال الماء. المهم هنا البنات كنوريكم الخضره اللي غادي نصوطي. هنا راه درتها في كوكوط كامله. صافي طابت ليا وكنحيدها. هنايا الدجاجه البنات ها هي طابت. كندهن هنا بواحد الخلطه سحريه فيها الزبده، لا موطارد والهريسه، كتعطينا واحد اللون زوين وكتعطينا حتى المذاق والبنه. صافي كندهنوها مزيان من الجهات كاملين، وكندخلوها الفران باش تحمر. هنايا هذا هو الشكل النهائي البنات. شوفوا لي على الشكل النهائي، راه ما نعاودش لكم على مذاق. هنا البنات ما شاركتش معكم خضره، سمحوا لي. الا بغيتوا شي حاجه كتبوا لي في التعاليق ونشاركها معكم. شوفوا هنايا البنات العظم كيتحيد بوحدو، راه كتجي فتيه ورطبه، والصدر عباد الله كيجي رطب. والله ما نكذب عليكم، الا كتجي رائعه وشاربه ديك العطريه وديك الشرموله، كتجي بنينه. غير جربوا هاد الطريقه ديالي وما غتندموش. واللي عندها شي تعليق تكتبوا لي البنات، واللي عندها شي انتقاد تا هو تكتبوا، ماشي مشكل. مرحبا. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، غادي نخليكم البنات حتى الفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.